السلام عليكم. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحضر معكم لي سيكار اللي معمرين بالدجاج. يجيو مقرمشين غير بعجينه المسمن. غادي نحتاج نصف كيلو من الدقيق والقليل من الملح. عندي هنا الماء دافي، الماء حسب الخليط. صافي نخليها ترتاح واحد نصف ساعه وندوز باش نحضروا الحشو. ندوزو دابا باش نحضروا الحشو ديال البريوات. في مقلاة عندي بصل اللي قطعته رقيق، الفلفل الاحمر وفلفل اخضر، والدجاج حتى هو قطعته رقيق. وفي التوابل عندي خرقوم، سكينجبير، والبزار، والقليل من الملح، وقعقله وبسبيسه، تقريبا نصف ملعقه من كل حاجه. وهنا عندي الحامض مصير اللي قطعته رقيق وحيدت منه العظم. وهنا عندي نصف معلقه سمن والقليل من الزيت المائده. غادي نضيف الزيت تقريبا ملعقه كبيره، قليل من الملح. صافي نوضع كلشي فوق النار حتى يتشرمل ليا. عاد نزيد التوابل. غادي نضيف السمن غادي نضيف السمن والحامض. صافي نخلط كلشي، نخليهم يتشحروا. العافيه تكون مهيله. نضيف دابا التوابل. صافي هنا بعد ما طابت ليا الحشو غادي نزيد الفرماج اللي هو اختياري. صافي نزولها من فوق النار. صافي هنا بعد ما رشحت ليا العجين غادي نبدا باول وحده نكرسها. بدات يديا بالقليل من الزيت. صافي نكمل بهذه الطريقه. عندي هنا الزبده والزيت اللي ذوبتهم على بعضياتهم، عندي هنا بالقليل. صافي نطوي بهذه الطريقه. صافي وناخذ هنايا الحشو تقريبا ملعقه كبيره. بهذه الطريقه هذه. صافي نحطها في الطاوه ديال الفرن. نكمل بهذه الطريقه باش نكملهم كاملين. صافي ندهن بالقليل من الزبده على الزيت.
نكمل بهذه الطريقه. صافي هنا بعد ما ساليتهم كاملين غادي ندهنهم بصفار البيض والقليل من الحليب. شيت عليهم القليل من الزنجلان وكاوكاو ايفيلي. صافي ندخلهم الفران يكون سخون على 180 درجه ونرجع معكم. كان هذا هو الشكل النهائي ديالهم بعد ما خرجتهم من الفران. خليهم يبردوا ونوضعهم في طبق التقديم ونرجع معكم. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، تنصحكم تجربوهم تيجيو مقرمشين ومحمرين. شكرا على المتابعه، وما تنسونيش بابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.